مصر دي ام الدنيا اولا. ومهما كان في بالنسبه لها اي مؤامرات سواء داخليه او خارجيه، فهي في الاخر هتفضل باقيه بالشرفاء فقط. اما دايما مصر عامله زي الشيء الجميل زي ما بيقولوا البقاء للاصلح والعمله الجيده تطرد الرديئه من السوق، وده اللي هيكون ان شاء الله. طيب ناخد الفقره المسجله اللي معانا النهارده. اول فقره عن ثوره يناير واحداثها تم توثيقها من خلال الصحافه والفيديوهات والاكسسوارات اللي تم تداولها وقت الثوره، وده من خلال الاستاذ رأفت الخمساوي الصحفي. هنتابع مع حضراتكم هذه الفقره المسجله، نشوف مع بعض. الثورة المصرية ثورة 25 يناير هي أحد الثورات المجيدة في تاريخ مصر المحروسة. الثورة البيضاء أو ثورة شهداء مصر الذين حرروا النظام السابق وأحلوه بالحرية والعدالة الاجتماعية التي ينبغي أن تكون في هذا العصر الحديث، بعد أن طغى النظام السابق بكل ما فيه من مقاومات وبكل ما فيه من الأمن الذي أطاح بكل الأخلاقيات الخاصة بالمهنة وبشرفها وتعذيب المواطنين. فكان لابد من أن يكون هناك ثورة مجيدة تحطم هذا النظام، والتي سميت بعد ذلك بثورات الربيع العربي التي انتشرت في جميع الدول العربية. نحن في هذا المكان نبحث عن تاريخ الصحافة المصرية من عصر محمد علي إلى أحدث إصدار، وكان لابد من قيام توثيقي آخر وهو توثيق الصحافة المصرية الخاصة بالثورة يوم بيوم. فكنا نتبع جميع الإصدارات اليومية من جرائد ومجلات وكتيبات ودواوين شعر خاصة بهذه الحقبة، وكانت تصنف يوميا عن طريق الأرشيف اليومي وأيام التنحي وأيام الغضب الكبرى والأحداث التي سميت خلال فترة ثورة 25 يناير إلى انتخاب رئيس الجمهورية الحالي الدكتور محمد مرسي. كل هذه الأحداث موثقة بحيث ان الواحد لو عايز يطلع اليوم الفلاني بيطلعه مكتوب على الارشيف من بره يوم اللي هو الثوره، والتاريخ اب تو ديت يوم بيوم، وعدد المجلات او الجرايد اللي تصدر سواء جرايد يوميه اسبوعيه شهريه سواء دوريات بتصدر على مستوى مختلف او ما شابه ذلك. ايضا كان لابد من توثيق جميع الفيديوهات الخاصة بالثورة من خلال شبكات الانترنت ومن خلال ما نقوم به من العمل الصحفي من ممارسة المهنة في توثيق الثورة في الشوارع وفي الميادين المختلفة داخل اسكندرية، وتصوير الجدران والحوائط التي كتبت عليها لافتات تخص الثورة المصرية والتي اندثرت الآن نتيجة للتغير المعماري للمحافظة. ايضا لفت انتباهنا التوثيق الاخر وهو توثيق الاشعار الخاصة بالثورة والاغاني التي كتبت في هذه الفترة او المسرحيات التي تم اصدارها في الفترة الحالية للثورة المجيدة. ولكن هناك شيء اخر، في اي مجال بيكون هناك اكسسوارات خاصة باي حرفية او هيئة مهنية، فكان هناك بعض الناس اللي هم اصحاب المطابع واصحاب المسكوكات كانوا بيقومون بعمل بعض التيشيرتات، الملصقات، الاستيكرات، الميداليات، حتى المناديل الورقية كان يطبع عليها علم مصر والثورة المجيدة، حتى المجات او كوبايات البلاستيك او الاستيكرات اللي كانت مكتوب فيها كل ما يخص من ايام خاصة بالثورة المصرية. هذا ولما نحب نعمل معرض كمان بنحاول نختار ما بين مثلا 10-15 ألف جرنان، 100 جرنان، 150 جرنان اللي هم بيمثلوا طب الثورة او القمة بتاعت الثورة، سواء ثورة الغضب او ثورة او يوم التنحي او المسميات الاخرى اللي سميت في هذه الفترة الخاصة بثورة 25 يناير.